السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وحلقة جديدة من حلقات قناتكم إن شاء الله. خير البداية زي ما احنا متعودين نبدأ بالصلاة على النبي ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اتمنى من كل حبايبي اللي هيتفرجوا على الفيديو دوت انهم يعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك ويعمل سبسكرايب للقناه، وفعلوا كمان زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم تنبيهات واشعارات بفيديوهاتنا اللي بننزلها على القناه اول باول ان شاء الله. موضوع حلقه النهارده او موضوع الفيديو بتاع النهارده هو موسم الانتقالات الميركاتو الصيفي 2022 2023 اللي بدأ في اوروبا، واللي بنشوف كده انتقالات للاعبين وصفقات ناريه بيبرمها الانديه الكبرى في اوروبا، طبعا عشان المنافسه على البطولات او من اجل المنافسه والفوز بالبطولات ان شاء الله في الموسم القادم. هنتكلم ان شاء الله كده في الفيديو دوت، هنحاول نلم الصفقات اللي تمت لحد دلوقتي او كمان المفاوضات اللي بتتم ما بين الانديه واللاعبين لحد اللحظه دي. هنحاول نلم كل ده في الفيديو ده ان شاء الله. تابعوا الفيديو للاخر، اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ويلا بينا نبدا اول حاجه ب زين الدين زيدان، المدرب الفرنسي، مدرب ريال مدريد السابق. عمل مع ريال مدريد انجازات ونجاحات قويه جدا بالفوز ب3 تشامبيونز ليج، وكمان فاز معاهم ببطولات محليه على مستوى الدوري الاسباني، وكمان باقي البطولات المحليه في اسبانيا. كان ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب فريق باريس سان جيرمان، وبالفعل تم عقد جلسه بين مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي وزين الدين زيدان في العاصمه القطريه الدوحه، وتقريبا تم الاتفاق على كل شيء على ان يكون زيدان هو المدير الفني في مشروع باريس سان جيرمان ابتداء من الموسم القادم ان شاء الله. وتقريبا كمان تم الاتفاق، يعني سامعين رقم كده ان تم الاتفاق على ان يكون راتب زين الدين زيدان هو الراتب الاعلى في العالم على مستوى المدربين، تقريبا 25 مليون يورو سنويا، وهو تقريبا ضعف ما كان يتقاضاه في فريق ريال مدريد. الصفقة دي كمان كده تمت برأي أو بتوصية من طبعا نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان امبابي، اللي جدد تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان من حوالي من أيام قليلة، بعد ما كان تقريبا على أعتاب الذهاب لفريق ريال مدريد. ولكن نجح ناصر الخليفي في إقناع كيليان امبابي في البقاء في باريس سان جيرمان حتى موسم 2025. وطبعا برضه الارقام اللي سمعناها هي ارقام مخيفه، ارقام كبيره جدا. سمعنا عن 300 مليون يورو تقريبا مكافاه تعاقد، و100 مليون يورو سنويا هو الراتب الاعلى في العالم تقريبا. وكمان كان من ضمن الصلاحيات ان كيليان امبابي ليه تدخلات او يكون ليه تدخلات في الصفقات اللي يبرمها الفريق، وكمان انه يختار مع الاداره المدير الفني. وبالفعل كان موافقه كيليان امبابي على ان زيدان يكون هو مدرب باريس سان جيرمان ابتداء من الموسم القادم. ننتقل الى فريق مانشستر يونايتد، وطبعا تم التعاقد بعد ما تعاقد مع المدرب الهولندي المحترم اللي انا بشوفه من المدربين الكويسين جدا. مدرب محترم، مدرب شفناه عمل فرقه محترمه جدا وفرقه كبيره جدا مع اياكس، المدرب إيريك تين هاج. إيريك تين هاج مع بدايه او اول ما جه مانشستر يونايتد بدا بقى ان هو يبدا يفلتر او يعمل فلتريشن كده للفريق عشان يبدا ان شاء الله يكون فريق محترم وفريق كويس، طبعا مع بعض الانتدابات او بعض الصفقات اللي يبرمها مانشستر يونايتد السنه الحاليه ان شاء الله او في الميركاتو دوت، عشان يقدر ينافس على بطوله الدوري الانجليزي ان شاء الله الموسم القادم. فريق مانشستر يونايتد اعلن ان هو اعلن الاستغناء عن لاعبين زي كافاني وبوجبا ولينجارد واخوان ماتا ونيمانيا ماتيتش، لاعبين كلهم تم الاستغناء عنهم، عقودهم انتهت مع فريق مانشستر يونايتد وما تمش التجديد ليهم، وبالتالي تم رحيلهم عن فريق مانشستر يونايتد. بوجبا سامعين كده كلام بقالنا فتره وهو قريب جدا 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 من العوده لفريق اليوفنتوس في ايطاليا، وكان هيتم الاعلان المفروض
في الايام ديت عن صفقه بوجبا، ولكن اتعطلت شويه، ولكن هو بوجبا بشكل كبير او بنسبه كبيره هيكون صفقه من ضمن صفقات فريق اليوفي للتدعيم للموسم القادم ان شاء الله. نرجع لفريق مانشستر يونايتد. بدأ إيريك تين هاج ان هو زي ما قلنا يعمل زي غربله كده للفريق بعد المستويات الصعبه والمستويات المخزيه اللي بيقدمها فريق مانشستر يونايتد بقاله تقريبا اكتر من موسم على المستوى المحلي. فوافق على رحيل هؤلاء اللاعبين، وكمان طلب انتدابات للفريق على مدار او في خلال الموسم القادم. من ضمن اللاعبين اللي بيفكر فيهم مانشستر يونايتد او إيريك تين هاج هو اللاعب أنتوني دي سانتوس، وده لاعب برازيلي دولي، هو لاعب شاب. اللاعب دوت بيلعب في اياكس، إيريك تين هاج عارفه كويس جدا، واياكس طالب في اللاعب دوت حوالي 60 مليون يورو. والصفقه دي لو تمت هتكون صفقه كويسه جدا لفريق مانشستر يونايتد. لاعب مميز، لاعب مهاري، لاعب مميز جدا في الخط الامامي او الخط الهجومي، وكمان معروف بشكل كبير لتين هاج مدرب مانشستر يونايتد. زي ما قلنا كان مدربه في فريق اياكس، والصفقة زي ما قلنا مطلوب فيها حوالي 60 مليون يورو. وما اعتقدش ان لو تين هاج محتاج اللاعب ان مانشستر يونايتد هي يعني مش هيرضى او هيرفض انه يدفع المبلغ دوت في اللاعب. في مفاوضات، وممكن عن قريب نلاقي أنتوني دا سانتوس موجود في فريق مانشستر يونايتد الموسم اللي جاي. برضو شفنا وتابعنا تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند واحد من اقوى لاعبي كرة القدم في العالم على مستوى الموسمين الماضيين. لعيب عنده قدرة تهديفية ومعدل تهديفي عالي جدا، شفناه مع بروسيا دورتموند على مدار الموسمين اللي فاتوا. برضو لاعب كان ارتبط اسمه باكتر من نادي الفترة اللي فاتت. شفنا امكانية انتقاله، كان بيتصارع على ضمه برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي واندية كتير كبرى على مستوى العالم وبايرن ميونخ. ولكن طبعا برضو قدر مانشستر سيتي انه يفوز بخدمات اللاعب عشان يكون واحد من ضمن الصفقات القوية اللي أبرمها فريق المان سيتي لتدعيم صفوفه أو لتدعيم خط هجومه في الموسم القادم إن شاء الله. برضو من ضمن الصفقات اللي تمت بشكل رسمي هي صفقة إيفان بريزيتش، اللاعب الكرواتي لاعب فريق انتر ميلان، قدم أو تم قدومه إلى فريق توتنهام في صفقة انتقال حر. بريزيتش لاعب مميز جدا في وسط الملعب، شفناه مع الانتر وشفناه برضو مع بايرن ميونخ وشفناه مع منتخب كرواتيا خصوصا في بطولة كأس العالم 2018. كان لاعب مهم جدا وكان لاعب محوري في أداء منتخب كرواتيا، وكمان كان ليه بصمة مع الانتر على مدار المواسم اللي لعب فيها في نادي انتر ميلان. وكمان كان لما انضم لفريق بايرن ميونخ كان بيعتمد عليه فريق بايرن ميونخ في الحتة دي على فترات، ولاعب من اللاعبين الجيدين، وأتوقع أنه يكون إضافة لفريق توتنهام في الموسم الجديد إن شاء الله. بالنسبة لريال مدريد طبعا شفنا من أيام تم الإعلان عن التعاقد مع المدافع أنطونيو روديجر قادم من فريق تشيلسي في صفقة انتقال حر. برضو روديجر من المدافعين الهايلين اللي عملوا موسم رائع السنة دي مع فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي. مدافع تطور بشكل كبير، مدافع بقى مدافع قوي غير روديجر اللي كنا بنشوفه من حوالي سنتين تقريبا. مدافع أداؤه اتطور للأفضل، وهيكون إضافة قوية جدا 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 لخط دفاع فريق ريال مدريد الموسم القادم. كمان بما اننا بنتكلم عن ريال مدريد هنتكلم عن تشاوميني لاعب موناكو الفرنسي. تم برضو التعاقد معاه في صفقة تقريبا سامعين كده انها دفع فيها حوالي 100 مليون يورو من ريال مدريد لموناكو، بعد برضو صراع مع باريس سان جيرمان وليفربول على الفوز بخدمات اللاعب. ولكن رغبة اللاعب كانت في صالح ريال مدريد، وانه كان عايز يلعب في فريق ريال مدريد، وتمت الصفقة وتم الإعلان عنها بشكل رسمي. بالنسبة لي ننتقل إلى يوفنتوس. بعد ما قلنا إن يوفنتوس بشكل كبير واحدة من صفقاته هتكون هي التعاقد مع بول بوجبا، برضو نجح فريق يوفنتوس إن هو ياخد أو يشتري فيدريكو كايزا لاعب فيورنتينا. هو كايزا كان بيلعب في اليوفي ولكن كان معار من فيورنتينا، لكن الموسم دوت او في فتره الانتقالات دي نجح
فريق يوفنتوس ان يشتري كيازا من فيورنتينا. كيازا شفناه مع يوفنتوس على مدار الموسم اللي لعبه مع يوفنتوس، وشفناه برضو مع المنتخب الايطالي في يورو 2020. شفناه قدم بطولة محترمة جدا مع المنتخب الايطالي، وكان واحد من ضمن العناصر الاساسية او العناصر اللي كان ليها دور كبير في فوز المنتخب الايطالي بالبطولة. كمان اليوفي هيسعى لتدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو دوت، نظرا لان اليوفي بعيد عن بطولة الكالتشيو في الدوري الايطالي بقاله موسمين. الموسم الماضي المنقضي فاز ب اي سي ميلان، والموسم اللي قبله عفوا فاز بفريق الانتر. فاليوفي بقاله سنتين بعيد عن الدوري الايطالي، عايز طبعا يرجع ويفوز بالدوري الايطالي مره اخرى. اليوفي كمان كان اعلن عن رحيل دوغلاس كوستا اللي انتقل الى الدوري الامريكي في صفقه انتقال حر، وبرضه كان اعلن عن رحيل باولو ديبالا اللي ودع جمهور يوفنتوس بالدموع. كانت في مشهد او في لقطه جميله فيها كتير من الوفاء من باولو ديبالا لجمهور يوفنتوس. واعلن كمان عن رحيل المدافع الدولي كابتن منتخب ايطاليا وكابتن فريق يوفنتوس كيليني. ده بالنسبه لفريق يوفنتوس. هنتكلم عن رحيم ستيرلينج. رحيم ستيرلينج بدأ في كلام ان هو اخر مواسم رحيم ستيرلينج مع مانشستر سيتي او عقده هينتهي مع نهاية الموسم القادم، وفي أندية بدأت ان هي تتحدث عن انضمام رحيم ستيرلينج ليها. بدأ يرتبط اسمه ببرشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي. طالب في رحيم ستيرلينج حوالي 60 مليون باوند، وده رقم مش كبير، او انا شايفه رقم عادي انه يدفع من اي نادي في العالم، خصوصا مع الارقام اللي بنسمعها دلوقتي. هل مانشستر سيتي هيحتفظ الموسم دوت برحيم ستيرلينج والموسم القادم يمشي في صفقة انتقال حر، ولا هل لو جاله عرض من ريال مدريد او برشلونة زي ما كنا سامعين هيتم الاستغناء عنه لاحد الاندية دي، وخصوصا العرض الجدي او اللي بيحتاجه بشكل جدي فريق ريال مدريد؟ هل هيتم انتقال رحيم ستيرلينج لريال مدريد؟ ده اللي هنشوفه، ده اللي هتأكده لنا الايام اللي جايه باذن الله. بالنسبه لهاري كين كمان، هاري كين كان ارتبط اسمه بالانتقال الى فريق بايرن ميونخ، طبعا دوت رغبه في تعويض خط هجوم او في تدعيم خط هجوم بايرن ميونخ بعد احتماليه كبيره لرحيل ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ اللي بدأ يلمح كده في الفترة الماضية بأنه خلاص يعني هيرحل عن الفريق أو العملاق البافاري، وكان ارتبط اسمه ببرشلونة. هل برشلونة هيتعاقد مع ليفاندوفسكي؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله على مدار برضو الأيام اللي جاية. لسه ما فيش حاجة رسمي، ولكن في كلام ولسه يعني الصفقة ما تمتش بشكل رسمي. ففريق بايرن ميونخ بيحاول كده ان هو يسعى لضم المهاجم الدوري الانجليزي هاري كين، واحد من افضل مهاجمي الدوري الانجليزي. برضو لو نجح فريق بايرن ميونخ في ضم هاري كين هتكون صفقة قوية جدا 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 لفريق بايرن ميونخ، وهتدعم صفوف او خط هجومه بشكل كبير الموسم القادم. هنتكلم برضو بما اننا في الدوري الانجليزي، هنتكلم عن بوكايو ساكا. بوكايو ساكا لاعب فريق ارسنال، لاعب صغير السن، لاعب مميز جدا، لاعب من اللاعبين اللي ليهم مستقبل كبير جدا لان عنده شخصيه كبيره جدا. يعني اللاعب دوت تقريبا الموسم المنقضي كان شايل او كان من الاعمده الرئيسيه لفريق ارسنال، شايل ارسنال في ماتشات كتير، معدلات تهديفيه عاليه جدا، عمره زي ما قلنا 20 سنه. كمان بيتابعوا انديه زي ريال مدريد ومانشستر سيتي، واللعيب ده بينتظر مستقبل كبير جدا، وعقده ممتد مع فريق ارسنال لحد 2024. هل هينجح ريال مدريد في تدعيم صفوفه ببوكايو ساكا زي ما احنا سامعين؟ ده برضو اللي هتاكده لنا الايام اللي جايه. عثمان ديمبلي برضو لاعب من اللاعبين اللي الموسم المنقضي هو كان اخر مواسمه او نهايه عقده مع فريق برشلونه، وتقريبا مش هيجدد مع برشلونه، وكان في كده كلام عن انتقاله الى باريس سان جيرمان او تشيلسي، وكان في كده زي صراع على ضمه من العملاق اللندني وعملاق باريس، وتقريبا خلاص
تم الاتفاق على كل شيء وعلى كل حاجه في انتقال عثمان ديمبلي الى تشيلسي، وقريبا هنسمع برضه او يعني هنشوف اعلان اداره تشيلسي عن انضمام عثمان ديمبلي، ودي هتكون الصفقه الاولى لمالك تشيلسي الجديد في تدعيم صفوف تشيلسي ان شاء الله للموسم القادم. نتكلم بقى عن الصفقه الاخيره اللي هنتكلم عنها النهارده، وهي داروين نونيز. داروين نونيز هو لاعب بنفيكا، مهاجم فريق بنفيكا، لاعب قوي جدا، لاعب من اللاعبين برضو اللي بيقدموا مستويات محترمه جدا جدا مع بنفيكا. شفناه في التشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، لاعب من اللعيبه القويه، لاعب برضو من اللعيبه اللي كان عليه صراع من أندية كتير في أوروبا الموسم ده، ولكن نجح بشكل رسمي فريق ليفربول في الفوز بخدماته بعد ما دفع تقريبا حوالي 100 مليون يورو. الصفقة دي كلفتها حوالي 100 مليون يورو لشراء عقد نونيز من بنفيكا. الصفقة دي كده برضو ارتبط بيها اسم تركي آل الشيخ، لان تركي آل الشيخ اللاعب دوت كان لاعب من لاعبي الميريا الاسباني اللي هو النادي اللي بيمتلكه تركي آل الشيخ، والميريا الاسباني باعوا الى فريق بنفيكا، وكمان كان من ضمن بنود بيعه او شروط بيعه ان كان في كده نسبه او نسبه من اعاده بيع نونيز لاي نادي في المستقبل تقريبا 20%. فالصفقه دي كده تقريبا فريق الميريا الاسباني هياخد منها تقريبا حوالي 20 مليون يورو زي ما احنا سامعين. لو المبلغ اللي اتدفع 100 مليون يورو، كسب فيه تركي آل الشيخ بشكل كبير جدا، تقريبا كان ضمه لفريق الميريا ب 4.5 مليون يورو. دلوقتي هو باعه لبنفيكا وكمان هياخد منه 20 مليون يورو اعاده بيعه الى فريق ليفربول. طبعا موسم زي ما قلنا، موسم لحد دلوقتي الصفقات اللي تمت واللي تم اعلانها صفقات قويه جدا، وكل الانديه بتدعم صفوفها السنه الجايه عشان يبداوا او يقدروا ان هم يفوزوا بكل البطولات اللي هيشاركوا فيها. كله بيدعم الا فريق برشلونه. برشلونه لحد دلوقتي ما دعمش باي حد، حتى ما شفناهوش اعلن انضمام رضا الويشي، ما ضمش اي حد لصفوفه لحد دلوقتي. طبعا برشلونه بيعيش فتره صعبه جدا على المستوى الاداري، وكمان عندهم ازمه ماليه ومشكله ماليه كبيره جدا مخليهم مش عارفين يضموا لاعبين كبار الفتره دي، او مش عارفين يضموا اسماء كبيره. وبمناسبه برشلونه، قبل ما نختم او قبل ما نقفل حلقتنا او نختم الحلقه، كان في برضو كلام على ان مانشستر يونايتد كان بيتكلم على اللاعب وسط الملعب الهولندي بتاع برشلونة عشان ينتقل الى مانشستر برضو يونايتد في الموسم الجديد برغبة او بتوصية من إريك تين هاج. برضو لسه الصفقة ما تمتش بشكل رسمي، لسه في مفاوضات. هل هتتم الصفقة برضو؟ ده اللي هنشوفه وهنتابعه على مدار الأيام اللي جاية إن شاء الله. الكلام طبعا على اللاعب فرانك ديونج لاعب فريق برشلونة الإسباني، هل هينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله على مدار الأيام اللي جاية. وبس كده، دي كانت نهاية الحلقة. أشوف حضراتكم إن شاء الله في حلقات تانية قريبا بإذن الله. أتمنى دعم حضراتكم بسبسكرايب ولايك للفيديو إن شاء الله. ولو حضراتكم عايزين الفترة الجاية أعمل فيديوهات عن أي موضوع أو عن أي حاجة معينة، اكتبوا